كان هناك رجل يدعى ألفريد نوبل مهتما بالعلم والاختراعات. اخترع الديناميت، وهو مادة تستخدم في التفجير. رغم فائدته، إلا أن اختراعه تسبب في أذى للناس، مما جعله يشعر بالحزن. قرر نوبل أن يترك خلفه شيئا جيدا، ففكر في جائزة تمنح لمن ساهموا في خير البشرية. كتب وصيته التي تنص على منح جائزة نوبل سنويا في مجالات مثل الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام. كل عام تمنح الجائزة لشخص قدم إنجازات مذهلة، مثل اكتشاف علاج جديد أو كتابة قصة ملهمة. جائزة نوبل تستمر في إلهام الناس حول العالم للعمل الجاد وتحسين حياة الآخرين. تذكرنا جائزة نوبل بأن من يعمل من أجل الخير يمكنه ترك أثر طيب في العالم.